ازيكم عاملين ايه؟ جايه لكم النهارده بفيديو هيفيد كل بنوته او كل ست بيت برضو عايزه تغير في الحلل بتاعتها، او بنوته بتجهز ومحتاجه تاخد خبره عن الحلل والكلام ده كله. فانا هنا جايبه لكم كل انواع الحلل اللي انا استخدمتها من ساعه ما اتجوزت كلها. تمام. هقول لكم بقى ايه يعني من استخدامي ليها، ايه المميزات وايه العيوب وايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش في انواع الحلل دي كلها. تمام. فهنا بقى اول حاجه كده انا لميت لكم الحلل كلها. طبعا دي مش يعني مش كل الحلل، يعني ايه؟ يعني مثلا الطقم فيه مثلا طقم انا جايباه اربع حلل او خمس حلل كده. ففي حلل طبعا فيها اكل كنت طابخه فيها وكده، يعني حابه بس ايه، على الاقل جبت لكم مثلا ايه اصغر مقاس انا جايباه، ومثلا المقاس الوسط والمقاس الكبير اكبر مقاس مثلا. تمام. فهنا انا كنت بوريكم الحاله اللي من على قرب، واقول لكم على نوع، وهوريكم شكل الحله يعني كل تفصيله في الحله. بس انا هنا يعني كنت بوريكم بس الحلل من على قرب وكده. طبعا في قطن جايبه معاها طاسات مثلا، صواني، طواجن، الوكات بتاعتها، الكلام ده كله. هعمل لكم بقى فيديو تاني بعد ده اشرح لكم فيه بقى الطاسات والوكات والطواجن والكلام ده كله. تمام. اول حاجه هنا هنبدا بالطعم اللي هو الستانلس ستيل. الطعم ده انا جايباه خمس حلل. ده نوع كركماز. تمام. ده تركي. عايزه اقول لكم الحلل دي تحفه وتقيله حلوه، وبتوزع الحراره كويس جدا. يعني انا بعمل فيها المحشي وبعمل فيها الرز، وما بت يعني الاكل ما بيلساش فيها. بس اهم حاجه ان انا بعملها على نار هاديه، يعني مش بعلي النار عليه، عشان كمان برضو الحلل بتاعتي ما تتلسعش. تمام. حتى لو اضطرت او حاجه بعملها بايه بقى، بميه سخنه. تمام. وبحط فيها ملح ليمون وبيكربونات وشويه خل، واسيبها تغلي شويه على البوتاجاز، وبسلكه كده ناعمه مش خشنه، سلكه ناعمه كده. وببدا ان انا ادعكها كده من جوه، بتبرق وبتبقى زي الفل، والستانلس بتاعها بيفضل لامع كده زي ما انتم شايفين. تمام. انا هنا بوريكم اصغر مقاس حله، او الحله اللي انتوا ماسكاها، والحله الكبيره دي اللي هي جنبها، والثلاث حلل التانيين دول الاحجام الوسطانيه. انا جايبه خمس حلل من الطقم ده. انا مش جايبه طقم، انا جايباه بالحله عشان اجيب المقاسات اللي ايه، يعني اللي تعجبني والمقاسات اللي انا هحتاجها. تمام. وجايبه كمان الطاسه دي برضو. الطاسه دي مقاسها 24. يعني انا جايبه طاسه وخمس حلل. اصغر حله مقاس 20، واكبر حله دي مقاس 30. بس هنا بقى جيت هنا على الطقم التاني. الطقم ده جرانيت النيو فلام. الجرانيت النيو فلام انا جايبه منه نوعين. ده الشكل القديم واللون الجراي، وجايبه الشكل اللي هو الجديد ده، اللي هو اللون البيج. تمام. انا هنا بوريكم شكل الحله، وبوريكم اللوجو بتاع الحله النيو فلام كده، بيبقى بارز كده من في قعر الحله، وده الغطا بتاعها، ودي المقاسات. تمام. ده اكبر مقاس. اكبر مقاس اللي انا جايباه 28. برضو النيو فلام برضو انا جايباها بالحله. اصغر مقاس جايباه 20. جايبه ال20، وجايبه ال22، وال24، وال28. بس ده كده اكبر حله، واصغر حله الاولانيه اللي هو تحت. دول كده ثلاث حلل. الحله الرابعه كنت عامله فيها رز جوف على البوتاجاز ما عرفتش ان انا افضي الرز منها. بس. وجايبه الطاجن ده اصغر طاجن في النيو فلام. تمام. في الطاجن الصغير ده، وفي الوسط انا مش جايبه الوسط، جايبه بقى الكبير، وجايبه الجريل بتاعه. الطاجن بتاعه الكبير ده هعمل لكم برده فيديو تاني. تمام. هينزل ان شاء الله، ان شاء الله يعني هينزل بعد الفيديو على طول، الطاسات والطواجن والصواني والكلام ده كله. بس. وجايبه هنا الصينيه بتاعت الفرن دي، جايبه منها المقاسين دول. تمام. جايبه مقاس 26 و28، نفس اللون الجراي، برضو جايباه بالقطعه مش طقم. بس هنا بقى الطقم التاني ده جايباه خمس حلل. ان شاء الله خمس حلل. اصغر حله فيهم مقاس 18. بس كده اتنين تلاتة اربعة خمسة، واكبر حلة فيه مقاس 28، برضو بالحلة مش بالطقم. زي ما انتم شايفين بقى هنا كده، انا بوريك الشكل. التاني كان مخطط كده ثلاث خطوط اللي هو القديم. الجديد ده جاي كده بصوا يعني حتة داخلة وحتة طالعة. بس برضو بوريكم برضو ان الفلان ازاي بتبقى بارزة بقى كده من تحت، وشكل الغطا برضو متغير. الغطشان بتاعته كمان من جوه بتبقى محببة كده، هوريها لكم هنا في الغطا ده. عشان انا كنت نسيت فقلت انا اوريها لكم. ده شكلها كده من جوه، زي ما انتم شايفين كده بتبقى محببه. او الجرانيت بتاعه من جوه بيبقى ناعم، الغطا والحله نفسها. بس دي اكبر حله هنا كنت بوريها لكم، ودي اللي هي مقاسها 28.
بس انا بوريكي كل تفصيله فيها برضو علشان اللي حابه تشوف كل حاجه قبل ما تشتري مثلا. ولو في حاجه برضو مش واضحه في الفيديو قولوا لي، وهبقى ان شاء الله كده في الفيديوهات الجايه هبقى اصورها لكم من على قرب اكتر وتشوفوها. بس دي كمان انا جايباها برضو لوحدها. دي اللبانه، مش عارفه لبانه ولا كسرولة، مش عارفه هي بيقولوا عليها ايه، بس هي دي برضو انا جايباها لوحدها برضو. دي كان مقاسها 18، بس جبتها نفس اللون الطقم. يعني انا بصوا عملت ماتشنج كده في كل حاجه، في الطاسات وفي الطواجن والكلام ده كله. جبت شويه حاجات اللون البيج لون الطقم ده، وشويه حاجات لون الجراي لون الطقم التاني بس. ودي الطاسه كان مقاسها 26. بس جبت كمان الوكين دول برضو هوريهم لكم دلوقتي. اه قبل الوكين ده الصينيه بتاعت الفرن برضو. دي مقاس 24، دي اصغر مقاس خالص. بتاع اللون البيج لون الطقم، والتانيين 26 و 28. يبقى انا كده جايبه ال 24 و 26 و 28. ال 24 لون البيج، وال 26 و 28 لون الطقم اللي هو الجراي. بس هنا الوكين دول كده اهو. ده الوك الكبير، عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. بشوح فيه حاجات وبحمر فيه حاجات، بس بصوا التحمير مش قوي برضه عشان مش عايزه الجرانيت بيصفر، ولو اصفر مش هينفع ان هو يتضايق بسلكه والكلام ده. ولو حطيت بقى سيتروس او اي حاجه من الكلام ده، ما اعرفش انا ما جربتش، بس ممكن طبقه الجرانيت تبوظ بصراحه، او يعني تخف او تتخربش او كده. فمش بحمر في الحاجات اللي هي يعني حاجات كده بشوحها كده في حته سمنه بتاع الكلام ده كله. انا محافظه على الحاجه زي ما انتم شايفين، محافظه عليها جدا. ده شكل الوك، ده اكبر وك. هو ايد بقى كده، والناحيه التانيه دي الايد الصغنطوطه دي معاها المسكات بتاعتها برضه هبقى اوريها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، عشان نسيت اصورها لكم في الفيديو ده. المسكات برضه بتتباع. انا جايبه 3 انواع. جايبه نوع لل للحاله اللي هي البيج الجديده دي، بتبقى صغنططه شويه. وجايبه نوع تاني لونين للحله التانيه. ايا كان يعني دي بستخدمها هنا وبستخدمها هنا برضه. ده الوك الصغير زي ما انتم شايفين، ملهوش اللي هو الايد الطويله اللي الايدين كده الصغنطتين دول. احلى حاجه في الحلل دي ان انا كمان بدخلها الفرن، لان الايد بتاعتها منها فيها فما بتسيحش ولا اي حاجه جوه الفرن زي الحلل التانيه. انا برضه كنت بوريكم برضه هنا اللوجو بتاع الحلل برضه نفس الكلام، بتبقى بارزه كده من فلان. هي الحلل ما بتبقاش من تحت مكتوبه عليها مقاسات، تمام، بتبقى مكتوبه على الكراتين من بره. بس هنا كنت بوريكم الفتحه اللي هي بتطلع منها البخار، عشان برضه نسيت اوريها لكم. بتطلع منها البخار. ده في الحلل اللي هي البيج، وهوريكم برضو الحلل التانية اللي هي الجراي. برضو فيها فتحة بتطلع البخار برضو من هنا، زي ما انتم شايفين بقى كده. الحلل دي حلوة والأكل ما بيلزقش فيها. بس أهم حاجة اللي هي عايزة محافظة، وعايزة إن انت تحافظي على الحلل جدا. والحلل دي كلها قبل ما استخدمها أنا دهنتها بزيت. كانت الإرشادات دي مكتوبة في الضمان اللي هي الورقة اللي بتيجي جوه الحلل، كنت مسحها بزيت، تمام. انا ما سخنتش الزيت بصراحه، يعني هو الحله كده قبل ما استخدمها دهنتها بزيت كده، سبتها لمده ساعه او ساعتين مش فاكره بالظبط. وبعد كده غسلتها عادي وبدات ان انا اطبخ فيها. بس ما شاء الله الحله اللي هي بقى لها فتره معايا كبيره جدا، وبطبخ فيها ومحافظه عليها جدا، تمام. بس نيجي هنا بقى كده للطقم السيراميك. جايبه برده السيراميك اللي هو النيو فلام، تمام، حلو. بس الجرانيت احلى بصراحه. ليه بقى الجرانيت؟ السيراميك هنا من بره بيتأثر طبعا بالنار بتاعة البوتاجاز، فممكن تبقع بتاع، فالبقعة هتبان فيها على طول. بصوا هي ساعات بتبقع معايا صفار، مش هكدب عليكم، اللي هي السيراميك من بره، تمام. وعشان كمان اللون فاتح فأي حاجة بتبان فيه. بعمل ايه بقى؟ اللي هو الجيف ده او السيف اللي هو احنا بنعمل بيه الحوض بتاع المطبخ. بحطه كده شوية على البقعة، وبعد كده بدعكها بالسبونج. عايزه اقول لكم ان هي بصوا زي ما انتم شايفين اهي، ما بتسيبش اي اثر، والبقعة على طول بتطلع، تمام. انا جايبه هنا من حلل السيراميك دي، جايبه 3 حلل، تمام. جبت لكم هنا المقاس الصغير والمقاس الكبير. الحله الكبيره دي مقاس 30، والصغيره دي كان مقاسها 20. وفي حله تاني وسطانيه مقاس 26. انا كل انواع الحلل بتاعتي جايبه المقاسات الصغيره والوسط والكبيره. مفيش بقى عروسه تيجي تتجوز وتقول لا انا مش هستخدم الحله الكبيره. هتستخدميها في عزومه، عايزه تعملي كميه اكل كبيره شويه، عامله مثلا اكل وعايزه تطلعي اكل لله وكده، فهتحتاجي حله كبيره. بدل بقى ما تطلعي حلتين ثلاثه مش صغنطتين، لا طب ما حله كبيره هتعمل كميات كبيره بتاعتك. بس كده.
في العزومات برضه زي ما قلت لكم. هنا بقى معانا بقى الطقم ده كمان. الطقم ده اللي هو السافلون الجرانيت، تمام. السافلون الجرانيت دول انا جايبه منهم حلتين بس. السيراميك برضه النيفيلم ده عشان نسيت اقول لكم برضه جايباه بالحله، تمام. السافلون برضه هنا انا جايباه بالحله برضه، مش جايباه طقم. وجايبه الطاجن بتاعه برضه، ابقى اصور لكم في الفيديو بتاع اتصال بالطواجن. الطاجن بتاعه برضه حلو جدا. جايبه المقاس الكبير اللي هو المقاس 35 متهيألي. بصوا بقى هنا الحلل دي. الحله الكبيره مقاس 28. الحله الصغنططه دي مقاس 24. مقاس 24 دي بستخدمها اكتر. بصوا بقى شايفين هنا، انا كنت بوريكم هنا غيرت اللون من على الطرف كده، شايفين؟ دي طبعا عايزه حذر اكتر من حاله للتانيه، عشان الايد بتاعتها دي مجرد النار ما توصل ليها ممكن تتحرق. هي بس عملت لون عندي بس ما اتحرقتش. كنت نسيت وعليت النار عليها. لكن كاستعمال تحفه، والاكل ما بيلزقش فيها وجميله جدا. وبرده المعالق، اهم حاجه المعالق السيليكون بستخدمها. ما بستخدمش اي معالق تاني ولا الخشب، حتى ما بحطش معالق خشب جوه الحلل دي كلها. بس تمام. هنا بقى السافلون برضو دي تركي. النيو فلام دي كلها طبعا كوري زي ما احنا عارفين. طيب هنا بقى الحله دي حله بدرين، تمام. هي الصناعه بتاعتها صيني، تمام. الحلل دي انا ما جبتش منها غير حله واحده، عشان انا كنت اول مره اجرب النوع ده. فحبيت ان انا اجيب حله بس، ما حبيتش ان انا اكتر عشان اشوف الاستخدام بتاعها. وجبت منها الطاستين دول. عايزه اقول لكم تحفه 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 تحفه. الجرانيت بقى بتاعها من جوه هو خشن شويه عن النيوفلام، عن ملمس النيوفلام. الملمس بتاعها قريب كده من السافلون، تمام. جبت الطاستين دول. هو العيب الوحيد ان هي بصوا بتتاثر من تحت كده ايه بالنار. ليه بقى؟ لان هي لونها اسود، الاسود بيبان فيه اي حاجه. وبتتاثر من النار لانها مش جرانيت من بره، زيها زي النيوفلام السيراميك بس. والغطا بتاعها بايركس كده زي ما انتم شايفين، والايد بتاعتها خشب ومكتوب عليها كده بدريني وبارزه اهي. بوريها لكم من على الارض. والايد بتاعتها خشب زي ما انتم شايفين مكتوب عليها بدريني. عايزه اقول لكم الجرانيت بتاعها تحفه. في التنظيف يعني لما باجي اغسلها الاكل على طول بينزل مع مجرد ما بمشي الفرشه كده على طول بتنضف. بس والغطا بتاع بايركس زي ما انتم شايفين، وفي فتحه برده ان هي بتطلع البخار. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. هنا برضو بوريك هو الحلقه من على القرب. ولو اي حاجه عايزين تسالوني فيها اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليكم في الفيديو اللي جاي على طول، او في اي فيديو هنزله هرد عليكم. لو عايزين اصور لكم حاجه برضو عايزين تشوفوها اكتر من على القرب قولوا لي وانا ايه هصورها لكم. بس كده، باي.